لو معاك ساعة ياباني فاتفرج على الفيديو ده دلوقتي. تعرف ان ساعتك لو مكتوب عليها جابان موفمنت فمش شرط ان الساعه تكون ياباني، والفرق ده ممكن يفرق في السعر وفي الجوده. الموضوع ببساطه ان مش كل ساعه ياباني بتبقى معموله في اليابان بالكامل. يعني عندك 3 مصطلحات لازم تفرق ما بينهم. اول مصطلح معانا ميد ان جابان، وده اعلى حاجه. كلمه ميد ان جابان يا اما بتلاقيها في الدايل عند رقم 6 يا اما بتلاقيه في الكيس باك في ظهر الساعه مكتوب عليها ميد ان جابان. طب الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه ان الساعه كليا اتعملت في اليابان، تجميع زائد فحص زائد جوده عاليه، وغالبا ده بيكون للجابانيز دوميستيك ماركت. يعني ببساطه منتج معمول للسوق الياباني فقط، ما بيطلعش بره. بالنسبه للسعر بيكون السعر بتاعه اعلى، وبتلاقيه مثلا في موديلات زي سيكو او سيتيزن. تاني حاجه الفئه المتوسطه، واللي هي بتكون مكتوب عليها كيزد ان تشاينا او تايلاند، ودي بتلاقيها مكتوبه في ظهر الساعه مكتوب كيزد ان تشاينا او تايلاند او ماليزيا. دي معناها ان المكنه ومكونات الساعه بتكون ياباني، ولكن فقط التقفيل بتكون صيني او ماليزي او تايلاندي. بتكون جودتها كويسه جدا، ولكن اقل جوده من اللي بتكون معموله في اليابان. بتكون ارخص واكثر انتشارا في كاسيو وسيكو. ده مش معناه ان الساعه مش اصليه مش ياباني، ده معناه ان الساعه اصليه ولكن مش معموله في اليابان. تالت حاجه واكتر حاجه بتتفهم غلط واللي هي الجابان موفد. المفاجاه ان الكلمه دي معناها فقط الماكينه اللي موجوده جوه الساعه هي ياباني. الساعه ممكن تكون اتجمعت في اي حته مش مشكله عادي، وغالبا بتكون اقل فئه في التصنيع. في كودين مهمين بيكونوا موجودين في معظم الساعات الياباني. الكود ده بيكون موجود فيه حرف الجي، وده بيدل على ان الساعه متصنعه في اليابان، وبرده بيكون فيه حرف الكي، ولكن ده بيكون للاصدار العالمي. بس مش شرط برده ان الكود ده يكون موجود في الساعه ان ده يكون دليل على ان دي متصنعه في اليابان ولا لا. فللاسف لما تيجي تشتري ساعه دلوقتي وحد يقول لك ان الساعه دي ياباني، فتمسك الساعه فتقلب الظهر بتاعها فتلاقيها ميد ان تشاينا، فده مش معناه ان الساعه مش اصليه، ده معناه ان الساعه اصليه ولكن تجميعها ممكن يكون في الصين. يا اما بتلاقي ميد ان تشاينا، يا اما بتلاقي كيزد ان تشاينا، يا اما بتلاقي ميد ان جابان. في حاجات من الحاجات دي، ولكن في الاول وفي الاخر مش شرط ان الساعه تكون مش اصليه. الساعه ممكن تكون اصليه ولكن هي مش معموله في اليابان. فعلشان كده ما تخليش كلمه يابان تضحك عليك بان الساعه اصليه ولا تقليد. اعمل فولو لو بتحب الساعات عشان اشوفك الفيديو الجاي، واعمل سيف للفيديو عشان لو احتجت المعلومه في اي وقت. انا معتز وبحب الساعات. سلام.